لو يعلم الناس نمني صوبي خيجان ما في النداء وانا زانا خي سجرا والصف الأول صفي درا خي سجرا ثم لم يجدوا ايغنا اركچ باتني إلا أن يستهموا عليه يو هتارم مرتملي لاستهموا عليه هتادرم مرتني جنجچو ولو يعلمون اما صوبي خني ما في التهجير وان غنمو خي سجرا لاستبقوا إليه اي صلاة غنمو لستبقوا اليه تول دغ منجن ولو يعلمون أما اللي صوبي غني ما في العتمة وان شاي خي سجرا والصبح صبي خي سجرا لا توهما لا توما ندفنيجا ولو حبوا وصودي مسساني شرقي سانتيلي متفق عليه الاستهام جچون الاقتراع هتامرتي سايا والتهجير تاجير جچون التبكير إلى الصلاة كما صلاة غنمو راجن وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجون دقيا المؤذنون ورين زانو أطول الناس الرديرون ماتجن أعناقا يا مرماتين يوم القيامة يا قيامة رواه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له دوبا إسان جيجن إني أراك دوبان سين أركا تحب الغنم رئي خجالتو والبادية باديان لي خنجالتو فإذا كنت في غنمك رئي خي ستاتي أو باديتك أو باديات خي ستاتي فأذنت للصلاة فارادان توزين للصلاة قدا صلاة أذان وفيتي فارفع صوتك سقليتي والفوري جينيجن بالنداء أذانتي فإنه شانين لا يسمع دقو ججن مدى صوت المؤذن للنبي سقلينا ما زانو جن ولا إنس ولا شيء ونتكلين إلا شهد له يسار قابات ملي يوم القيامة ويا قياما جنججو قال أبو سعيد كجي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن رسول الله دقيجي رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أقول صلاة أذان نقدمي أدبر الشيطان نديساجا وله درات على دفون سافتات حتى لا يسمع التأذين لا يسمع التأذين أكما زانا خنان دقيني في الإيساجا فإذا قضي النداء أقول زان راوتمي أقبل أسقر جن حتى إذا سوّب قوي كامان قدم تمس للصلاة صلاة أدبر للإيساجا حتى إذا قضي التسويب أقول كامان دمته أقبل أسقر جن حتى يقطع هنگا ديمتي بين المرء نما في ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يذل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه التصويب الإقامة وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجو أن أكون أنا هو فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من قال حين يسمع النداء نمتشي يقوى زانا دقي اللهم رب هذه الدعوة التامة يا ربي يا من قوتو تيخنا والصلاة القائمة صلاتك من سادة بتما تيخنا آت محمد يبكني الوسيلة جا جنة توسيلة جامتو والفضيلة وبعثه مقاما محمودا مقاما محمودا دابة فارف ماتين الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رقم برب مليخا كاغبر من جرو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ربنا توجالد وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خرانا توجالد نمتجي غفر له ذنبه رواه مسلم يوديسيا وأنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمنتج الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال باب فضل الصلوات بابا خنا فديلا سلاني شنان كبنوت دبتنيا قال الله تعالى ربين التانجا إن الصلاة سلاني تنهى عن الفحشاء والمنكر هم تفوقت في وربين جبرانا مدور كتيجا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء قالوا نجان لا يبقى من درني شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس فذلك لين قدان سفكي صلاة شنانيتي يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي كجان مثل الصلوات الخمس صلاة شناني كمثل نهر أكفكي لغا نهر يا أوتجان جار كمثل نار أكفكي لغا تجان جار يا خنتي أمر قدا خنتي على باب أحدكم ولا تقو خيسنيرا يغتسل منه لغسل لا خندك تجان كل يوم كل قيا 5 مرات رواه مسلم الخمرة جتون بفتح الخين المعجمة الكثير قدا جتون جان وعن مسعود رضي الله عنه أن رجلا نمشتكو أصاب من امرأة انت لو تكراني كنا مجان قبلة فات النبي صلى الله عليه وسلم دوبا نبي جد فأخبره نبي جتيمه فأنزل الله تعالى واقم الصلاة صلاة شنا صلاتي طرفي النهار طرف لمن قيا وزلفا من الليل سال كان راتات مس إن الحسنات سلاني شنن يذهبن السيئات همتو نمراو سن نمراو فاجي فقال الرجل قربان سنجان على هذا سن أنا فيجي قال نبي ربي نجاني لجميع أمتي كلهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة واجبة تاتي ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم توت كبيرة وذلك الدهر كله
جزيهم داجتو رواه مسلم. مسلم يوديسيا باب فضل صلاة الصبح والعصر. أتشرب الله مات يا وانا الدنباني شوم سجل بودنا قابر آية